أود أن أتحدث اليوم عن سبب خطير جدا يؤدي إلى فشل العديد من مشاريع تربية الدجاج، ويمنع الناس من الوصول إلى ما يطمحون إليه. وهذا السبب هو الإهمال وقلة النظافة. انظر، تربية الدجاج ليست مجرد إطعامه وإغلاق الباب عليه ثم القول بأنه سينمو ويباع. لا، الدجاج كائن حساس مثل الأطفال الصغار، يحتاج إلى النظافة والمراقبة والتهوية الجيدة، وليس فقط إلى العلف والسلام. هناك من يبنون عنابر الدجاج ثم يتركونها كما هي، لا ينظفونها، لا يعقمونها، لا يعالجون الأمراض، لا يراقبون درجة الحرارة، ولا يعتنون بالروائح. فكيف تتوقع لمشروعك أن ينجح؟ بل وحتى عندما يمرض الدجاج، لا يتعاملون مع الأمر بجدية، ويتركون المرض ينتشر حتى يبدأ الدجاج في الموت واحدا تلو الآخر. هل تعلم؟ مجرد رائحة الفضلات أو الرطوبة قد تدمر المشروع بالكامل، وتؤثر على شهية الدجاج، وتمنع نموه، وقد تؤدي إلى أمراض في الجهاز التنفسي. يجب أن تكون نظيفاً، يجب أن تنظف المكان يومياً، تتفقد الماء والعلف والوضع الصحي، وتفصل أي دجاجة مريضة حتى لا تنقل العدوى إلى البقية. حتى لو كانت لديك أفضل السلالات وأجود أنواع العلف، إذا كنت مهملاً ولا تهتم بالنظافة، فمشروعك معرض للفشل. قد تربح اليوم وتربح غداً، لكن بعد ذلك قد تخسر كل شيء ولا تعرف السبب. لذلك النظافة والاهتمام هما الأساس. حتى وإن كان المشروع صغيراً، إذا كان فيه نظام ونظافة فسيعطيك نتائج ممتازة. لا تبخل على مشروعك بقليل من الوقت وقليل من المتابعة، فذلك ليس مضيعة، بل هو استثمار، وسيعود عليك بالربح وبالراحة النفسية.